بقالنا فترة بنتكلم على انه مارسيل كولر مش في قمة عطائه مع النادي الاهلي، وانه مستوى مارسيل كولر في الفترات الأخيرة مع الفرقة مش أحسن حاجة، ومستواه دلوقتي مش هو نفس مستواه لما جه وفي بداية مسيرته مع النادي الأهلي من حوالي سنتين، وإنه في أمور كتير مارسيل كولر أو مستر مارسيل كولر بيعملها غلط من بداية التشكيل جوه الماتش نفسه وتصرفاته للتغييرات. لكن ماتش امبارح قدام النادي الزمالك بالنسبة لي كان علامة فارقة بالنسبة لي أنا كمشجع أهلاوي. ماتش امبارح قدام الزمالك والتعادل 1-1 كان بالنسبة لي علامة فارقة في مشوار مارسيل كولر أو في تقييم مارسيل كولر، لأنه ماتش امبارح المسؤول الأول بالنسبة لي، المسؤول الأول والأخير عن اللي حصل في ماتش امبارح والتعادل اللي أنا بالنسبة لي تعادل سلبي هو مارسيل كولر. قبل اللعيبة كمان زي ما هنتكلم، قبل ما هنلوم اللعيبة، اللائم الاول او اللوم الاول والاخير بالنسبه لي انا هيكون على مارسيل كولر، لانه ماتش امبارح هعيد وهكرر كلمه انا قلتها امبارح ما بين الشوطين في بوست على الفيسبوك، ويعني ناس زملكاويه استغربوا ازاي بقول على الشوط ان هو كان شوط سهل الشوط الاولاني، وازاي احنا ضيعنا الشوط ده من ايدينا وخرجنا 0-0. لا، انا مش عايز اقول بقى ان الشوط الاول سهل، انا عايز اقول ان المباراه كلها كانت سهله. ايوه، المباراه كلها كانت سهله، والمباراة لو حد تاني بيديرها غير مارسيل كولر، او لو مارسيل كولر بتاع زمان اللي اول ما جالنا كان هو اللي بيدير الماتش امبارح، احنا كنا خلصنا الماتش ده بسكور مش بس فوز، بسكور. هنشوف وهنتكلم كتير عن اللي حصل في المباراة امبارح وايه اللي ادى ان احنا نتعادل مع فريق اصلا كان نازل قدامك مهزوم، وكان نازل قدامك بيدافع طول الماتش، وكان نازل قدامك بيلعب على الهجمه المرتده ومديلك الكوره ومديلك الاستحواذ ومديلك كل حاجه. فايه اللي وصلنا لكل ده؟ هنتكلم في كل حاجه، لكن في البدايه اعمل سبسكرايب للقناه، انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا. عايزينك تساعدنا في ان احنا نوصل لحلمنا الاولاني على القناه، واول 1000 مشترك واول 1000 سبسكرايبرز على القناه. انزل اعمل سبسكرايب للقناه، فعل زرار الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا، اعمل لايك وشير للحلقه علشان تترشح على منصه اليوتيوب، جهز لنفسك مشروبك المفضل وتعالى بينا علشان نتكلم مع بعض ايه الاسباب وايه الكوارث اللي عملها مارسيل كولر واللي ادت لان احنا نتعادل مع نادي الزمالك في بطوله الدوري 1-1. طيب، صلي بنا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالى نمسكها واحده واحده، وعشان برضو يبقى كلامنا واضح ومحدد. يعني اي مدير فني بيبقى ليه عوامل نجاح، او اي مدير فني لما بيبقى عنده ماتش وعنده مباراه، وخصوصا لما تبقى مباراه جماهيريه ومباراه قويه ومباراه مهمه في الدوري، بيبقى في عنده اكتر من نقطه يشتغل عليها. عامل او يعد اعداد ذهني للاعيبه، ويعد اعداد نفسي للاعيبه ان هي تدخل المباراه دي بالنسبه لها مهمه. انه يشتغل هو نفسه ويذاكر الماتش كويس ويذاكر الفرقه الخصم كويس. وانه رقم 3، ودي بقى المهمه، لما يجي يحط التشكيل يحط العناصر الرسميه والعناصر مش الرسميه، العناصر المهمه والعناصر اللي تمشي مع المباراه ومع الفرقه اللي هو هيلاعبها. مش هتكلم في الحته النفسيه كتير، لانه اكيد لاعيبه الاهلي عارفه يعني ايه اهميه مباراه نادي الزمالك، وعارفه يعني ايه اهميه ان انت تلاعب نادي الزمالك وان انت تفوز على نادي الزمالك، عشان انت اصلا في منافسه مع بيراميدز وحابب ان انت تكسب الماتش، ولازم تكسب الماتش عشان تفضل في المنافسه ويعني تقرب او تعوض فرق النقطه اللي ما بينك وما بين بيراميدز. فالحته النفسيه اكيد مش هنتكلم عنها كتير ومش هنديلها اهتمام كتير الحلقه دي. ولكن تعالى بقى لمستر مارسيل كولر، السبب الرئيسي في التعادل اللي حصل مع نادي الزمالك امبارح. انا مشكلتي مع مارسيل كولر امبارح انه ابتدى التشكيل غلط، وابتدى تشكيل مش مناسب للماتش اصلا، وتاني حاجة تصرفاته داخل الماتش غلط، وتالت حاجة تغييراته غلط. يعني ابتدينا الماتش امبارح بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، ماشي، قدامه رباعي دفاعي، اشرف داري ورامي ربيعة نص او هم قلبين الدفاع، ماشي، موافق. تعال بقى للجريمه الكبرى. بص، جريمه كبرى لا تغتفر من مستر مارسيل كولر. بيلعب على اليمين اكرم توفيق،
بيلعب على الشمال احمد نبيل كوكا. انا اتفهم ان انت تلعب بالاثنين دول كاظهره عندك لو انت مثلا داخل ماتش في كاس العالم للانديه قدام ريال مدريد، قدام مانشستر سيتي، قدام برشلونه، قدام فرقه من الفرق اللي انت مش هتقدر تجاريها وعندها بقى اجنحه وباكات، فانت مش عايز تهاجم، مش عايز تطير الباكات بتوعك، وعايز يعني الباكات بتوعك يبقوا اكتر الوقت متحفظين او في نص ملعبك وبيدافعوا معاك وعندهم الشق الدفاعي اكتر. لكن مع احترام النادي الزمالك اللي هو اصلا فرقه مهلهله، منتهى الصراحه من وجهه نظري، فرقه مهلهله، فرقه انت اللي بتديها الصيت. يعني راجع معايا كده كل الماتشات اللي فاتت لنادي الزمالك مع النادي الاهلي، قبل الماتش بيبقى نادي الزمالك في الضياع، يعني خسران وطالع عينه والجماهير بتاعته بتزوم عليه وبتزوم على الاداره. انت بتيجي في ماتشاته معاك يعني بتديله فرصه ان هو ياخد حس عليك. فانت داخل مع احترامي بتلعب فرقه مهلهله زي نادي الزمالك، فرقه مش شايفه قدامها في الدوري، بتتغلب وبتتعادل وادائها مش احسن حاجه وعندهم مشاكل كتير. المفروض يعني على الورق ان انت اقوى منهم في كل حاجه، في الاسكواد، في جوده اللعيبه، في كل حاجه. نازل تدافع قدامهم باكرم توفيق واحمد نبيل كوكا ليه؟ ايه الداعي؟ دي اول حاجه، او ده اكتر حاجه وهنرجع لها تاني. عندك الثلاثي اللي في خط الوسط اللي احنا نزلنا بيه، امام عاشور ومروان عطيه واحمد رضا، ماشي انا موافق تماما. الناس ممكن تقول مثلا ده في جانب، لكن تمام، امام عاشور اصلا كده بيزيد وعنده يعني جوانب هجوميه، فاحمد رضا ومروان عطيه تمام. وبتلعب باجنحه حسين الشحات، محمد عبد الله تحت جراديشار. انا اغلب التشكيله ما عنديش فيها مشكله الاثنين مع اكرم توفيق ومع احمد نبيل كوكا تبدا بيهم ليه؟ في حين ان انت عندك كريم الدبيس اللي متالق معاك في الفتره الاخيره واللي قدر يعوض لك شويه من يحيى عطيه الله وعلي معلول بره. علي معلول نفسه اللي خلاص رجع التدريبات وبقى بيشتغل واتعاقدنا معاه او يعني دخلناه في القايمه، انت اصلا مش حاطه في القايمه تماما. كريم الدبيس زي ما بقول لك انت حاطه جنبك بره على الدكه مش عارف ليه. والناحيه الثانيه محمد هاني اللي بيقدم اداءات قويه واداءات حلوه، وهو اصلا يعني اللي بيعوض لك عمر كمال عبد الواحد، او الاثنين هما الاثنين اللي بيتبادلوا على الجهه اليمين، انت برضه مقعده جنبك ليه بقى؟ انا يعني ايه اللي كان في دماغ مارسيل كولر وهو بيعمل الخطه دي او هو بيحط التكتيك ده، ان انا هلعب باكرم توفيق وباحمد نبيل كوكا باك يمين وباك شمال؟ يعني مارسيل كولر كان عاوز ينزل يدافع قدام مين الخطير قوي في نادي الزمالك؟ مين الخطير قوي في نادي الزمالك اللي مستر مارسيل كولر عاوز ينزل يعني ايه يتحفظ على الباكات بتوعه وما يخليهمش يهاجموا طول الماتش؟ دي اول حاجه. ابتدينا المباراه، اول الشوط الاولاني اول ربع ساعه كنا كويسين، وبعد كده نادي الزمالك احنا سمحنا له ان هو يدخل في المباراه بحكم ان انت اصلا ما بتطيرش الاجنحه بتاعتك يعني او ما بتطيرش الباكات. احنا متفقين ان هم باكات ذو صبغه دفاعيه فانت ما بتطيرهمش. زيد على كده بقى احنا الشوط الاولاني اللي هو كان سهل قوي ان انت ممكن تقدر تجيب في جون واتنين، انت كان عندك ميس باص بطريقه تنرفز. انا كنت قاعد متنرفز من كميه الميس باص اللي عندنا، الكره بتقطع مننا بكل سهوله، ما بنقدرش نكمل هجمه للاخرها غير قليل قوي. وعندك اللعيبه تحس ان هم تايهه، لعيب يمرر للعيب ورا رجل، يعني يحط له الكره وراه، يحط له الكره اقوى منه ما يحققهاش، شويه حاجات كده تجننك. المهم خلص الشوط الاولاني، المفروض بقى انت بقى ما بين الشوطين بقى شايف حاجات غلط عندك، شايف مثلا ان حسين الشحات عايش او بيلعب في كوكب زحل مش معانا اصلا في المباراه فتغيره، شايف ان محمد عبد الله مش في مستواه بتاع الاسماعيلي او بتاع مباراه الاسماعيلي فبرضه تطلعه. وعندك بقى حلول بره، يعني احنا الدكه بتاعتنا امبارح اقوى من الزمالك بمليون مره، دكتنا اقوى من الزمالك بمليون مره. اشرف بن شرقي بره، عمرو السوليه بره، الساعي بره، دكتك اقوى، محمد هاني بره، كريم الدبيس، دكتك اقوى. طيب نزلنا زي ما احنا، ما فيش اي تغيير، ما فيش اي حاجه خالص حصلت لغايه ما مستر مارسيل كولر الحمد لله يعني بدا يفوق شويه من اللي هو فيه، اللي انا مش عارف ايه هو اللي هو فيه يعني صراحه، وشاف ان في حاجه غلط مش مفهومه، فنزل
نزل اشرف بن شرقي، واللي بدأ يعني ايه بقى مكان محمد عبد الله طبعا، اشرف بن شرقي بقى اشرف بن شرقي. لعيب الجودة بتفرق. يعني كلمة بس لحسين الشحات، شوف اشرف بن شرقي لما نزل عمل ايه من تاني لمسة ليه تقريبا. ومن يعني بصراحة جراديشار امبارح بصراحة لعيب 10 على 10. جراديشار هنجيله دلوقتي. جراديشار بيحمرق على الكوره وبيحط جسمه، بيقدر ياخد الكوره ويعملها عرضيه نموذجيه لاشرف بن شرقي اللي حط راسه. شكرا. جوده لاعب بتفرق. جبت جون يا مستر مارسيل كولر، جبت جون. الظروف سمحت لك وانت وحش بايدك انت ان انت ما يعني مش مستغل الفرقه اللي معاك القويه اللي معاك، ومش مستغل الاسامي اللي معاك القويه. جبت جون، الحظ كرمك وجبت جون. تعمل ايه بقى في فرقه زي اللي قدامك اللي هي اصلا نازله بتدافع؟ بسيرو امبارح كان نازل بيدافع. هو عارف امكانياته وعارف امكانيات الاهلي وعارف ان هو ما يقدرش يفتح اللعبه مع الاهلي، فنزل بيدافع وبيلعب على هجمه مرتده. وانت يا مستر مارسيل كولر جبت جون، والحظ ساعدك وربنا بعت لك هديه بجون. اقوم انا عامل تغييراتي، اطلع جراديشار اللي هو عامل مهم جدا وانزل، ويعني اطلع جراديشار من الملعب وارجع ادافع. حته ان انا ارجع ادافع دي يعني جريمه تانية بعد جريمه التشكيله. يعني بعد الجريمه بتاعت اكرم توفيق واحمد نبيل كوكا، ان انا ارجع ادافع بعد الهدف دي. انت بتدافع ليه يا مستر مارسيل كولر؟ قلت قبل كده معاك لو تفتكر في حلقه من الحلقات بعد نهائي الترجي بتاع دوري ابطال افريقيا اللي فات، لو تفتكر قلت لك ان احنا بنلعب جيم مش بتاعنا. الاهلي ما بيعرفش يدافع. انت بقى لما تلعب بقى مع مستوى تاني بقى، بايرن زي ما بقول لك بقى والريال وبرشلونه، لو لعبت معاهم انزل يا عم دافع، عارف امكانياتك وعارف امكانياتهم ودافع. لكن الجيم الدفاعي ده مش بتاعنا. انزل ادافع انا كنادي اهلي، انزل ادافع والعب على الهجمه المرتده، ده مش بتاعي. انت جبت جون والحظ ساعدك وجبت جون، يعني بترجع تدافع ليه يا مستر مارسيل كولر؟ بتطلع جراديشار اصلا ليه؟ هتنزل اسامه ابو علي؟ طب ايه المشكله؟ ما هو جراديشار يقدر يلعب لك كجناح. العب بجراديشار كجناح، طلع حسين الشحات اللي مش شايف قدامه والعب بجراديشار كجناح. سيبه بيعرف يهد في الفرقه، بيهد في الفرقه اللي قدامه وبيهد في المدافعين اللي قدامه، قوه جسمانيه وبيقاتل على كل كوره والكوره ما بتتقطعش منه بسهوله. سيب جراديشار ونزل اسامه ابو علي مهاجم، يبقى جراديشار واشرف بن شرقي وقدامهم اسامه ابو علي. ايه المشكله؟ لكن انت بتطلع جراديشار ليه؟ وبترجع تدافع ليه؟ وجات لك فتره في الماتش بعد الهدف ما بتنزلش مثلا واحد زي عمرو السوليه يمسك لك الكره في نص الملعب ليه ويستكمل الضغط بتاعك وتضغط اكتر وتجيب التاني والتالت ليه؟ بقيت جبان ليه يا مستر مارسيل كولر؟ ده جبن. اللي حصل امبارح بعد الهدف جبن. قيس بقى عليه بقى اللي عمله بقى بسيرو، اللي احنا مش عاجبنا بسيرو، هو مش شايفين ان مستواه الفني مش كويس. بسيرو زي ما بقول لك كده نازل من اول المباراه بيدافع وبيلعب على الهجمه المرتده. واول ما جه الجون فيه عمل ايه بقى بسيرو؟ خلاص عرف انه خلاص كده كده الماتش ضايع، انا كده كده خسران اصلا، مش هتفرق بقى اخسر 1 ولا 2. وشفت المدرب اللي قدامي مارسيل كولر، شفته بعد الهدف اللي جابه اداني الفرصه ودخلني في المباراه وبرجع يعني رجع يدافع. طب بسيرو بقى شغل دماغه، قال لها طب ما انا عندي الفرصه اهو. عمل ايه بقى بسيرو؟ سحب دونجا وسحب كذا لعيب من الفرقه بتاعته، وقام منزل تغييراته بقى، نزل ناصر منسي ونزل تغيير ليه تاني مش فاكر مين اللاعب التاني نزل معاه، وقام مرجع عبد الله السعيد مكان دونجا عشان يمسك له نص الملعب اللي ضايع مننا، يمسك له نص الملعب. وبقى الزمالك هو الاخطر بعد الهدف، هو الاحسن، وقدروا ان هم يسجلوا الهدف اللي اشرف بن شرقي، وعلى الرغم من ان احنا بنقول وبنشيد بيه لاعب ذو جوده عاليه وجاب الجون وعمل الفارق، لكنه مسؤول عن ان هو ما رجعش يغطي. حتى لو هو ملهوش في الدفاع المفروض يبقى ده من واجباته، زي ما مستر مارسيل كولر من ساعه ما جه هو معودنا ان اي جناح بيلعب معاه لازم يبقى ليه واجبات دفاعيه. اشرف بن شرقي في الهدف ما رجعش يدافع. طبعا البيه رامي ربيعه اللي كل ما ناصر منسي بينزل في ماتش بيعلم عليه وبياخد لقطه عليه،
ناصر منسي اخذ الكوره، استلمها، لف بيها، عدلها، ورامي ربيعه واقف وراه ولا كانه بودي جارد، ولا كانه البودي جارد بتاعه، الحارس الشخصي بتاعه بيحرسه، ومرر الكوره لعمر جابر، وطبعا اشرف داري واقف ما فكرش يمد رجليه، الكوره عدت من الشناوي وصلت لمحمود بن طايق، جاب جول. يستحقوا التعادل بمنتهى البساطه. الزمالك يستحق التعادل لانه بعد الهدف اللي احنا جبناه هو لعب بواقعيه عننا. انت رجعت تدافع ليه؟ مش عارف ليه رجعت تدافع، وعملت تغييرات غريبه وبتطلع ناس المفروض ما تطلعش من الملعب، فتستحق الهزيمه. طبعا دي المباراه الرابعه، لو اخد بالك معايا دي المباراه الرابعه اللي مارسيل كولر ما يقدرش فيها ان هو يغلب الزمالك، على الرغم من ان كل الاربع ماتشات اللي احنا ما قدرناش فيها نغلب الزمالك لغايه دلوقتي كلنا كنا داخلين فيها واحنا الطرف الاقوى، وكنا بنقول ده يمكن عشان المدرب اللي كان قبل بيسيرو واللي قبل جروس اللي هو جوميز كان بيعرف يلاعب كولر، ولكن اتضح ان الموضوع مش عند مدرب الزمالك، المشكله في كولر نفسه، ان هو بقى في عنده نوع من الجبن، بيخاف من ماتشات الزمالك. مش عارف بتخاف من ايه وانت الفرقه الافضل، وانت الفرقه الاقوى، وانت الفرقه اوراقك اقوى، لعبتك احسن، جوده لعبتك احسن، سكوادك اقوى، عندك كل حاجه متاحه، استقرار اداري وفني ومالي وكل حاجه. ايه اللي يمنعك ان انت تنزل مباريات الزمالك وتلعب فيها بالشكل المطلوب؟ احنا امبارح ومستر مارسيل كولر ضيع مننا امبارح انتصار، انا زي ما بقول لك كده وزي ما قلت لك كده في اول حلقه، بسكور. مش بس عشان الناس اللي زعلت واستغربت ان انا بقول الشوط الاولاني سهل، مش بس الشوط الاولاني سهل، المباراه كلها كانت سهله بالنسبه لنا لو احنا عرفنا نلعب، ولو مستر مارسيل كولر عرف يستغل اللعب بتاعه وعرف يستغل التشكيله بتاعته ونزل بالتشكيله الصح ونزل باللعيبه الصح وعمل التغييرات الصح وتصرف جوه الملعب صح. لكن احنا ما عملناش اي حاجه من دي، وبالنسبه لي قبل ما الوم اللعيبه اللي كان في بعض منهم مش في حالته، الوم في الاول مستر مارسيل كولر، هو المسؤول رقم واحد عن التعادل اللي بطعم الهزيمه ده والتعادل السلبي بالنسبه لنا، لان احنا كده يعتبر اتعادلنا مع بيراميدز في النقط، وبيراميدز عنده ماتش النهارده لو كسبوا يبقى يفرق عننا 3 نقط. مستر مارسيل كولر هو المسؤول الاول ولازم يبقى في قاعده معاه. بصراحه شوف، انا هرجع واقول لك تاني، انا لسه بحب الراجل ده مستر مارسيل كولر، ان هو حقق معانا نتائج ونجاحات كتير، ولكن لما يبقى في غلط لازم نقول له ان انت غلط، انت غلط، لازم يتقعد معاه ولازم يتقال له علي معلول انت احنا حطيناه في القائمه مش كمالة عدد، علي معلول قيمه كبيره ويضيف لك كتير، وجابها هو واشرف بن شرقي يضيفوا لك كتير. ما بتحطش علي معلول في القائمه ليه من ساعه ما اتضاف قائمه الماتشات؟ ايه التشكيلات الغريبه اللي انت بتبتدي بيها دي؟ ايه التغييرات الاغرب؟ ايه التصرفات الاغرب التصرفات الغريبه اللي بقت عندك في المباريات؟ لازم يتقعد معاه، ده دورنا. ليه بقى؟ لان احنا داخلين على الايام اللي جايه على ماتشات مهمه، خلاص انت بتخلص، احنا كده الجوله 15 خلصت، لسه عندك جولتين وتخلص الدور الاولاني بتاع الدوري، وتخش بقى على الدور الثاني اللي هم عندك فيهم 8 ماتشات اللي بيحسموا لك اللقب، فانت خلاص انت داخل بقى في ايه؟ في جولات الحسم في الدوري. غير كده بقى عندك ماتشاتك في دوري ابطال افريقيا، وانت عرفت المنافس اللي انت هتلعبه في دوري ابطال افريقيا الهلال السوداني، وان شاء الله هنبقى نعمل حلقه عن قرعه دوري ابطال افريقيا، فانت عرفت منافسك وداخل على دور الثمانيه، مرحله الخروج خروج المغلوب مهمه وانت عاوز تاخد دوري ابطال افريقيا، وداخل بقى بعد كده بقى على كاس العالم للانديه. هل احنا هنلعب كل ده بنفس السيستم وبنفس الطريقه اللي مستر مارسيل كولر شغال بيها دلوقتي؟ تبقى مصيبه، لان احنا بقى عندنا سكواد قوي وعندنا لعيبه قويه، لكن عندنا مشكله في المدير الفني. بصراحه مشكله دلوقتي ماتش امبارح ده زي ما بقول لك كده نقطه فاصله بالنسبه لي مع مستر مارسيل كولر. امبارح الماتش ده يخلص اقل واجب 4-5 مستريح، ما ببالغش. الزمالك ضعيف، مع احترامي لفرقه الزمالك والجماهير الزمالك ضعيف فنيا. انت اللي كل ماتش، هرجع واقول لك، انت اللي كل ماتش بتخلي الزمالك ياخد حس عليك وبسببك، وبترجعه تاني، تديلهم الروح تاني بسببك، لان انت بتبقى خايف وانت اللي بتبقى جبان وانت اللي ما بتعرفش تلعب. ده وجهه نظري في مباراه امبارح، ووجهه نظري في اداء مستر مارسيل كولر مع الاهلي في مباراه امبارح وفي الفتره اللي فاتت.
ده كان رايي، حابب برضو اسمع رايك. قول لي رايك في التعليقات. شايف مباراه امبارح ازاي؟ شايف تعامل مستر مارسيل كولر مع التشكيله اللي بدأ بيها ومع التغييرات ومع احداث اللقاء كانت عامله ازاي؟ وشايف ايه المفروض ان احنا نعمله يعني او الاداره تعمله في الفتره اللي جايه؟ هل يبقى في تغيير لمستر مارسيل كولر قبل كاس العالم للانديه وقبل دخول، طبعا انت عارف ان دوري ابطال افريقيا في شهر مارس او في اخر مارس، في اول ابريل تقريبا؟ هل يبقى في تغيير، ولا شايف انه لا مستر مارسيل كولر يكمل معانا ويبقى في قاعده معاه بحيث ان احنا يعني نفهم منه او الاداره تفهم منه ايه الامور اللي بتحصل في الفرقه؟ قول لي برضو رايك في التعليقات، وما تنساش في الاخر تعمل سبسكرايب للقناه، فعل زر الجرس عشان تجيلك تنبيهات بكل حلقاتنا. رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. رمضان خلاص على الابواب زي ما انت شايف كده، يعني علقنا الحمد لله زينة رمضان. كان نفسي اطلع معاكم واحنا فرحانين بعد المباراة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. كل سنة وانتم طيبين. حابب برضو ان انت تساعدنا في ان احنا نوصل لحلمنا الاولاني على القناة، اول 1000 سبسكرايبر للقناة واول 1000 مشترك. انزل اعمل سبسكرايب للقناة، فعل زر الجرس، واعمل لايك وشير للحلقة علشان تترشح على منصة اليوتيوب ويشوفها اكبر عدد من الناس. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقات جاية. استودعكم الله. السلام عليكم.